نزلت البوست ده عندي واتفاجئت بكميه الناس اللي مش عارفه او متلخبطه في استخدامهم، واللي فاكر انها بتشغل التكييف السخن على الازاز الامامي، واللي متلخبط اصلا بين الخلفي والامامي، واللي مش عارف اصلا دول بيعملوا ايه. في الفيديو ده هشرح لك ايه هو استخدامهم، وهقول لك على السبب اللي بيخلي الازاز الامامي عندك في الشتاء يشبر. انا طارق صلاح وده الجراج. قبل ما نبدا تعالى افهمك الاول هو ليه الشبوره اصلا بتتكون على الازاز. الشبوره دايما بتتكون على الازاز لما يكون في اختلاف في درجات الحراره على جانبي الازاز، يعني من الاخر بسبب اختلاف درجه الحراره بين جوه العربيه وبره العربيه. ودايما الشبوره بتتكون في الجزء الاسخن، وعشان ما تتلخبطش افتكر دايما ان الشبوره بتتكون على مرايه الحمام وانت بتاخد دش سخن. عشان كده في الشتاء دايما الشبوره بتتكون جوه العربيه لان درجه الحراره بره العربيه ابرد من جوه، فساعتها انت بتفتح الازاز شويه عشان تخرج بخار الميه اللي جوه العربيه بره، وعشان تعادل درجه حراره الجو بين جوه العربيه وبره العربيه. طب تعمل ايه لو حصل وفي شبوره عندك جت على الازاز الامامي؟ اول حاله لو الشبوره دي على الازاز من جوه، فساعتها افتح ازاز العربيه شويه عشان تعادل درجه الحراره بين جوه وبره. تاني حاجه هتدوس على الزرار ده، وخلي بالك الزرار ده فيه واحد شبهه بس مربع، المربع ده بتاع الازاز الخلفي، بس بتاع الازاز الامامي بيبقى فيه نص دايره عامله بومبيه كده. الزرار ده بقى بيعمل ايه؟ الزرار ده بيشغل التكييف ويقوم موجه الهواء على الازاز الامامي، وده علشان التكييف يسحب بخار الميه من جوه، وكمان هيقلل درجه الحراره جوه العربيه عشان تقرب من بره، وساعتها الشبوره هتروح في ثواني. في بقى سوء تفاهم بيحصل في النقطه دي، والناس بتفكر ان الزرار ده بيشغل السخن. لا، لو شغل السخن الشبوره جوه هتزيد، واصلا اول ما تدوس على الزرار ده هتلاحظ كده في الاول ان الشبوره ممكن تزيد لمده ثواني، لان ساعتها الهواء اللي بيخرج من الهوايات بيبقى لسه سخن وبنفس درجه حراره العربيه. بس بعد اول 10 ثواني كده على ما الكمبريسور بتاع التكييف يقوم والهواء اللي خارج يبدا يسقع، هتلاقي الشبوره بدات تروح والازاز بيلمع. تاني حاله لو الشبوره دي بقى حصلت من بره، فده معناه ان الجو جوه العربيه اسقع من بره، زي ما بيحصل كده في الصيف لما تكون موجه هوايات التكييف على الازاز بتلاقيها شبرت من بره. فساعتها الحل ايه؟ بكل بساطه هتشغل المساحات وتودي الشبوره اللي حصلت بره، وممكن ساعتها تفتح الشباك شويه او تشغل التكييف السخن لمده دقيقتين 3. ساعتها درجه الحراره بين جوه وبره هتتعادل والشبوره هتروح. اما بقى الشبوره لو اتكونت على الازاز الخلفي فبرضه هتعمل نفس الحل. لو الشبوره من جوه فانت ما عندكش حل غير ان انت تفتح الازاز الجانبي. اما بقى لو الشبوره من بره فساعتها هتقوم دايس على الزرار التاني، المربع. الزرار ده بقى بيعمل ايه؟ لو بصيت على الازاز الخلفي هتلاقي فيه خطوط كده، الخطوط دي عباره عن سخانات. اول ما بتدوس على الزرار بيوصل فيها كهرباء وبتبدا تسخن الازاز الخلفي علشان تدوب الشبوره اللي متكونه عليه. ولو لاحظت هتلاقي الشبوره بتبدا تروح في الاول من حوالين الخطوط لحد ما تكمل وتروح من الازاز كله. في بقى سبب تاني ممكن يخلي الازاز الامامي بتاعك يشبر، وهو ان العربيه تكون ساقعه من جوه زي بره، بس انت فاتح زرار التهويه الخارجيه، فالهواء اللي بيجي لك بيعدي من على الموتور ويسخن ويخش جوه العربيه على الازاز ويخلي الازاز يشبر. فالحل ساعتها انك تقفل التهويه الخارجيه. في بقى سبب ثالث وخبيث ممكن يخلي الازاز يشبر، ومهما تحاول تفتح التكييف تقفله، تشغل سخن بارد، تقفل الازاز تفتحه، ما بيروحش. السبب ده ايه بقى؟ انا مش هقول لكم عليه ومستنيكم تجاوبوني عليه في الكومنتات. لو الفيديو ده عجبك ما تنساش اللايك والشير والفولو.